السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبيباتي في قناتي وقناتكم يوميات ونصايح فوزية. فيديو جديد على القناة. فيديو النهاردة فيديو تقسيمة اللحوم والفراخ بتاع الشهر زي ما عملناهم مع بعض في المنيو. هنقسمهم النهاردة عملي ان شاء الله. هقول لكم جبت ايه وبكام، وكمان هنشوف مع بعض التقسيمة انا هعملها ازاي. هقولك انا عملت ايه وازاي طلعت الاكلات اللي كانت في منيو الشهر بتاعي، وهقولك على افكار تانية لو تقسيمتي ما كانتش مناسبة ليكي ازاي ممكن تغيري في التقسيمة وتخليها مناسبة ليكي، وافكار كتير للاكلات. بس فضلا منك لو انتي اول مرة تشوفي القناة ياريت تنوريني باشتراكك، يزيدني شرف تبقي اخت من اخواتي. ما تنسيش اللايك دعما منك للقناة، وعلشان الفيديو يترفع ويتشاف كلامك الحلو بيشجعني اني استمر. زي ما شفتوا كده جبت فرختين، الفرخة فيهم كانت عاملة حوالي 2 كيلو او 2 كيلو الا حاجة بسيطة، يعني هنقول الفرختين 4 كيلو. كان الكيلو ساعتها عامل 70 جنيه، فالفرختين مع بعض عملوا 290 جنيه يوميها بالظبط. كنت جايبة كيلو من الصدور كان عامل 160 جنيه زي ما كنت كاتبة معاكم في المنيو. بالنسبة للفراخ انا خدتها نضفتها وشطفتها وصفيتها بعد ما نقعتها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين خدتها وقسمتها زي ما هنشوف مع بعض. اول حاجة فصلت الوراك عن الفراخ وابتديت اقطع الجزء اللي ورا كده من الفراخ، ولاني كنت ناوية اعمل الوراك دي مشوية، وانا بعملها مشوية على الفحم في البيت بتتبيلة حلوة قوي ان شاء الله اعملها معاكم وتعجبكم. شلت بس العظمة اللي ورا كده. هاخد الوراك اللي انا ظبطتها دي وافتحها بالسكينة كده، وخلي بالك وانتي بتفتحي ان انتي ما توصليش للعظم قوي وتبوظيه، يعني لان العظم لما بيتفتح هو ده يعني تقريبا بيقولوا اللي بيخلي يبقى فيه دم وسواد كده حوالين الفرخة. لما تتشوى مش هتبقى حلوة شكلها، يعني مش هيبقى ظريف والناس هتفتكر ان هي ما استوتش. طبق جنبهم كده بلم فيه كل الحاجات اللي انا مقطعاها من الفراخ، لاني زي ما انتوا شايفين عايزة اعمل طبق كبير كده خدت فيه كل اللي زي ما بيقولوا الكراكيب او العظم بتاعة الفراخ. وكمان همسك الصدور واقطع كده الكتف واخد معاه العظم ده، ملوش لازمة يكون موجود معانا في الصدور. وهكون حريصة وانا بقطع ان يكون في حتة لحم كده مع الكتف، يعني لو حابة تعمليه نايب يعني هيبقى حلو. انا مش بعمل الكنتاكي حاليا الشهر ده، مش هعمله او ما كتبتوش في منيو الشهر بتاعي، بس انتي ممكن برضو يكون عندك فكرة ان انتي من الطبق ده او طبق الهياكل لان كله اغلبه عليه لحوم. انتي ممكن تعملي برضو ايه يعني طبق كنتاكي كده، الاجنحة على الكتاف على الحتت اللي طلعناها من الوراك، ولو عايزة تفصلي الدبابيس هيبقى حلو قوي معاكي. الصدور اللي انا طلعتها من الفراخ بتاعتي دي بصي انا بتعامل معاها معاملة برضو انتي ممكن تتعاملي معاها على انها لحمة، يعني ممكن اقطعها قطع واسلقها زي اللحمة، ممكن اعملها في صينية بطاطس، ممكن كمان اعملها في تقطعيها شيش طاووق. انت بقى عندك صدور مخليه تماما زي الصدور اللي انت جايباها من عند الراجل بالظبط، وكمان استفدتي من الوراك واستفدتي من الهياكل اللي طلعت. انا بتعامل مع الصدور دي بعد كده ممكن اطلعها واسلقها واتعامل معاها على انها زي قطع اللحمه، ممكن اطلعها اعمل منها كفته رز على فكره بتبقى حلوه جدا. بعد ما بتحمريها وبتنزليها في الصلصة ما بتفرقش خالص عن كفتة اللحمة، بيبقى الطعم زي بعض بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده بقى فيه طبق للوراك، طبق للصدور، وطبق تاني صدور. جبت بعد كده صدور الفراخ اللي انا كنت جايباها سليمة على بعضها، خدت منها الجزء اللي فيه الظهر كده لوحده، وده بيبقى اكتر مكان بيستوي بسرعة جدا في الفرخة في صدر الفرخة. وعلى العكس منه وش الصدر ده مش بيستوي، فبحب اخده على جنب لوحده برضو. مش بقطعه بانيه الصراحة ولا بقطعه اي حاجة، لكن بشيل كده الوش، وده اللي بقطعه قطع صغيرة علشان استخدمه في الشاورما. زي ما انتوا شايفين معايا كده انا بشيل وش الصدر، وده بيبقى صعب في التسوية، يعني
مش بحس ان انا حتى لو هعمله بانيه ان هو هيستوي، فعشان كده بفضل ان انا اقطعه صغير مع الشاورما، ساعتها بحس ان هو استوى اكتر من كده. وابتديت اقطع في صدور الفراخ الجزء اللي فاضل، قطعت منه شرايح كده، برضو دي تنفع للبانيه او تنفع للشوي، بتبقى حلوة قوي. بصوا هو انا في اغلب الاكل يعني بحاول علشان احنا عاملين كلنا اغلبنا في البيت عاملين رجيم، فمش بحاول اخلي الاكل يعني. انا الصراحة الشهر ده معاكو هعمل طبق بانيه وهعمل طبق شاورما وهعمل طبق المفروض ان هو ممكن تعمليه شيش، المفروض ان انتي تعمليه ستريبس، لكن انا مش بعمله ستريبس زي ما بيتعمل كده وانقعه في الدقيق وانقعه في وبعدين احمره، لكن انا بتبله تتبيلة الشوي وبشويه على الطاسة من فوق، بيبقى حلو قوي. يعني بدل ما اخده اقليه في الزيت لا، ولا لا احط عليه الكفر وكده، لا، مجرد ان انا بتبله واركنه في التتبيله وبعد كده بشويه بمعلقه زبده كده او سمنه. وده اللي انا باخده الصوابع دي اللي انتوا شايفينها. طبعا انا ساعتها جيت ببص على الطباق عشان احط فيها طباق الفويل علشان يبقى شكلها حلو، يعني ما لقيتش عندي فاتصرفت. الجيش قالك ايه اتصرف. الجزء بقى اللي الاجزاء بقى الصغيره اللي انا كنت قطعتها من فوق الصدور كلها هاخدها اقطعها قطع رفيعه، عشان دي زي ما قلتلكوا اللي انا هعملها شاورما. كمان الاجزاء اللي اتبهدلت مني، لو جينا بصينا كده على تقسيمه الفراخ هتلاقي معاكي طبق بانيه، طبق ستريبس زي ما انت عايزه تعمليه، شوفي انت عايزه تعمليه ازاي. معاكي كمان طبق شاورما، معاكي الكراكيب دي على فكره او الهياكل دي تعمل طبقين حلوين قوي مستريحين، يتعملوا على صينيه بطاطس او يتعملوا على يتسلقوا يعملوا شوربه ويعملوا طبق ملوخيه جنب منهم حلو قوي. زي ما انتي شايفة كده الصدور دي ممكن نص الصدر بس يتعمل بيه طبق كفتة حلو قوي، او الصدر على بعضه كده يتاخد ويتسلق وبرضه يتعمل جنب منه اي صنف خضار. بس لان انا عندي ناس مش هتاكل لا بانيه ولا هتاكل الصوابع المشوية دي، فبضطر اعيد التقسيم تاني. زي ما انتوا شايفين كده هعمل طبق واحد بس للشوي، لكن هاخد من الهياكل دي احط جنب الشاورما كده وجنب البانيه علشان ساعتها ابقى اسلق لهم الجزء ده. يعني ايه بحاول اظبط نفسي، لكن انا الاول وريتك التقسيمه، انت ممكن تعمليها كده لو انت عندك الناس بتاكل كل الاكل عادي. طيب انا الفراخ معايا عملت لي كام وجبه؟ عملت لي حوالي 8 وجبات زي ما انتوا شايفين كده. معلش في جزء كده اتقطع في التصوير، كنت جايبه لكم كل واحده لوحدها بس اتقطع في التصوير. بعد طبعا ما قسمت الحاجه وعبيتها في الاكياس بتاعتها، لانها لما تتجمد مش هتبقي عارفه انتي عملتي فيها ايه، فهبتدي احطها كلها واكتب على كل حاجه هي ايه اللي جوه الكيس بالظبط علشان ابقى عارفه. صدور، هياكل، وراك، لازم اكون عارفه بالظبط ايه اللي موجود جوه الكيس. تحاوليش ان انتي تحطيهم وتقولي هبقى عارفه، لكن لما بتطلعيها ما بتبقيش عارفه بالظبط هي ايه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو اول مره بتشوفي قناتي ووصلتي معايا لحد هنا، ياريت تنوريني باشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو وتفعلي رمز الجرس علشان يوصلك اي اشعار باي حاجه جديده انا بنزلها. فضلا منك ياريت تنوريني باللايك، نوروا التعليقات بالصلاة على النبي، يزيدنا بركة كده، ربنا يبارك لنا يا رب جميعا، اللهم امين. اللحمة كنت قايله لكم عليها في فيديو المشتريات، كنت جايباها من فتح الله العجمي ستار. ساعة ما جبتها كان الكيلو عامل 300 جنيه للحمة السليمة، اما اللحمة المفرومة فكانت عاملة 160 جنيه. والصراحة هي كويسة يعني شغالة. اللحمة القطع حلوة جدا، جربتها الشهر اللي فات زي ما قلتلكم وكان طعمها حلو الحمد لله. هي بتخس شوية للأمانة علشان برضو أكون صادقة معاكم، بس في المجمل بتديني شوربة حلوة وطعمها حلو. طبعا اللحمة بره أسعارها زادت جدا، فأنا يعني لما اجيبها ب 300 جنيه فهي حلوة جدا.
لان بره عند الجزار ب360 نفس القطعيه اللي هو مديهالي. الطبق ده اللي كنت بوريهولكوا ده جزء من الرقبه، دي لحمه من الرقبه، لان اللحمه في فتح الله بتكون متقسمه في اطباق كده، كل حاجه ومكتوب عليها الجزء بتاعها من العجل. فاللحمه اللي كانت من الرقبه الحمراء الصافيه خالص دي كانت ب320 جنيه. اما المفروم اللي بوريهولكوا ده فده كان مفروم مجمد، كان الكيلو ساعتها عامل 160 جنيه. انا قلت نجيب كيلو كده يمشيني ده على ده. اللحمه القطع انا بحب اجيب لحمه قطع، لان الناس عندي في البيت مش بيحبوا ياكلوا اللحمه المفرومه في الخضار. لكن انا لما بعمل لحمه بعملها يا اما مثلا هعملها بورمه. البورمه دي عباره عن كل الخضار اللي انا عندي او اللي انتي بتحبيه حطيه على بعضه مع البصل والطماطم ومع اللحمه. الصراحه انا بعملها كده كلها ني في ني، وبحط معاها مثلا معلقه سمنه صغيره خالص زي معلقه الشاي كده، وبأكمرها كويس بورق الفويل وورق الزبده، وبدخلها الفرن من ساعة ونص لساعتين على حسب اللحمة ما بتستوي معاكي، بتطلع دايبة دوب هي والخضار. اللحمة دي انا قسمتها زي ما انتوا شايفين كده، هما كانوا حوالي 2 كيلو ونص، انا قسمتهم على 6 اطباق. ال2 كيلو الاولانيين انا قسمتهم على 5 اطباق، يعني كل طبق حوالي 400 جرام. كنت بقسم الكيلو على 3 طباق، بس لقيت بصراحة ما ببقاش عارفة ادي يعني ادي ده لحمة ايه او ادي ده، لا ما بيبقاش الناس كلت قد كده، فقسمتها على اساس 400 جرام في كل طبق. كمان خدت جزء كده قطعته قطع صغننه خالص، دي هعمله بالبصل والطماطم زي ما قلت لكم. واللحمه الرقبه خليتها لوحدها، خدت منها بس يا دوبك حته، نص كيلو ده خدت منه حته زودتها على اللحمه دي، وقسمتهم كده زي ما انتوا شايفين. الف هنا وشفا يا رب، اللهم بارك، يا رب يطعم كل الناس على وجه الارض، اللهم امين، ويحقق لكل واحد كل حاجة نفسه فيها، ويملى بيوتنا كلنا دايما بالخير، اللهم امين. المفروم انا شلته زي ما هو، زي ما كنت كاتبالكوا في المنيو، هاخد نص اعمل منه عيش بلحمة، هبقى اشتغل فيه ساعة ما اطلعه عشان مش عايزة اشتغل فيه واجمده تاني واعمل وهي اصلا لحمة مجمدة. والنص التاني انا ناوية برضو اعمله كفتة، وان شاء الله كده زي ما كتبتلكوا في المنيو بالظبط اللي هو بتاع الاكل ال30 يوم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا لقيتوا فيه اي حاجة استفدتوا منها. ان شاء الله باذن الله هيكون الفيديوهات اللي جاية احسن باذن الله، لان في اجزاء كتير من التصوير راحت مني. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.